رجعنا مشاهدينا مرة تانية. هنبدأ في البداية نعرف تاريخ هذه الفنانة القديرة العظيمة. اسمها الحقيقي عطيات البدري، وهي أخت الإذاعية الإعلامية عواطف البدري. بدأت مشوارها الفني في البرنامج الإذاعي الشهير بابا شارو. كان والدها رافض تماما العمل في المجال السينمائي، حتى تزوجت من الفنان المخرج نور الدمرداش، وأنجبت منه 4 أبناء وبنت، أعتقد 3 أبناء وبنت. وبعدين بدأت رحلتها مع السينما وبدأ مشوارها السينمائي. أستاذ أحمد، ليه تسمية كريمة مختار غير عطيات البدري خالص؟ يعني ليه الفرق؟ هي كان ليها سبب وجيه في الوقت ده. اختها الكبيره عواطف البدري كانت موجوده في الاذاعه، الاذاعه المصريه ساعتها، وبعدين كانت بتيجي معاها كطفله. شافها بابا شارو فحب ان هي تشارك معاه. والدها كان رافض تماما دخولها هذا المجال. فلما بابا شارو عرف فقال طيب تعالي، جابها وعملت فقره كانت بتعمل ايه، فقره غنائيه تمثيليه. في الوقت ده كان زمان الجوابات بيبعتوها للاذاعه، كل واحد عايز حاجه بيبعت، عايز اغنيه، عايز بتاع. فالترابيزه اللي قدام بابا شارو مليانه جوابات. فبعد هي ما خلصت الفقره خايفه من باباها يضربها لانه بيسمع الاذاعه. فبابا شارو قال قدمت هذه الفقره الطفله، وراح ماسك جواب كده عشوائي فمكتوب عليه كريمه مختار، قال الطفله كريمه مختار. الاسم ده فضل مع كريمه مختار تقريبا من سن 8 سنين وحتى توفاها الله. بدل ما يقول عطيات البدري قال كريمه مختار. فضل بقى اسم كريمه مختار الى ان يعني كبرت واشتغلت بعد الاذاعه تلفزيون ثم سينما واعلانات، كل حاجه كان باسم كريمه مختار. ده سر التسميه. لكنها في طريق النجوميه هي بعد فتره وارتبطت بالمخرج نور الدمرداش. كان مساعد المخرج ساعتها، مساعد الاستاذ نور الدمرداش، استاذ محمد فاضل. جه الاستاذ محمد فاضل في يوم من الايام بيعمل مسلسل كان اسمه القاهره والناس. فيختار مين لدور عمه نور الشريف واشرف عبد الغفور والمجموعه دي؟ اختار فنانه كريمه مختار. من هنا ابتدى الناس تعرفها بشكل صوت وصوره اكبر بكتير. ليه؟ لان التلفزيون كان لسه في بدايه ظهوره. الحاجات الغريبه ساعات الشكل والجانب الفيزيائي للفنان يفرض عليه ادوار معينه، بيفرض عليه. كريمه مختار من سن 31 سنه وهي بتعمل دور الام. حتى انت ما تقدريش تتخيليها بعيدا عن دور الام. ولكن هي تمرد. وبعدين مش اي ام، يعني بص، كانت دايما بتقارن بفردوس محمد، بأمينة رزق، بنجاة الكبيرة. كان دول علامة من علامات السينما، كان هم دول أمهات السينما المصرية. لكن كان فيهم نوع من الحدة شوية، كان فيهم إلى حد ما كان بيمارسوا دور القسوة في بعض المشاهد أو في بعض الأعمال السينمائية. لكن كريمة مختار كانت الأم الكوميدية طول الوقت، وده اللي كان غريب، وده برضو التصق بيها في كل ادوارها في كل اعمالها السينمائيه. لا، هي الحكايه مش حكايه الام الكوميديه على قد ما هي المتعاطفه مع ابنائها، اللي ملمه بابنائها. يعني جزء كان امين اسمها فردوس محمد كان فيها بعض يعني بعض الطيبه دي. وكمان جمعت بقى، بس كريمه مختار ما جمعتش ده. انما كريمه مختار خلتها ام على طول، انما فردوس محمد ايه الام والوصيفه. بعد دور الام والوصيفه كانت السينما ممكن تجيب وصيفه لكن هنا دور ام بقى. بعد كده ما عادش في وصيفه، بعد الستينيات كده لما دخلت السبعينيات ما حصلش دور وصيفه، فهي بقيت ام. فام، والام المتسامحه جدا والسهله جدا واللي تحل كل المشاكل، ما فيش واللي تدبر امور بيتها واللي تدبر امور اولادها. وده يمكن شفناه في فيلمنا معانا النهارده، فيلم الحفيد. الحقيقه فيلم الحفيد هو روايه للكاتب الروائي الكبير عبد الحميد جوده صحار، والاخراج طبعا كان لعاطف سالم، السيناريو كان للسيناريست احمد عبد الوهاب، وشارك في كتابه السيناريو المخرج عاطف سالم ايضا. البطوله كانت لكريمه مختار، عبد المنعم مدبولي. الوجوه الجديده في هذه الفتره
محمود عبد العزيز ومنى جبر، ميرفت امين، نور الشريف. هي عدد كبير جدا من النجوم، حتى يعني في الاطفال كمان كبروا دلوقتي، كان فيهم الطفله زينه عبد الله. لكن الفيلم ما كانش الحفيد بس، لا، لو هنتذكر فيلم ام العروسه اللي قام ببطولته الفنان القدير عماد حمدي والفنانه تحيه كاريوكا والفنانه سميره احمد والفنان يوسف شعبان والفنان حسن يوسف. الحقيقه عدد كبير جدا من النجوم. طبعا كل الناس عارفه وفاهمه وحافظه ان فيلم الحفيد هو بارت 2 او الجزء الثاني من فيلم ام العروسه، نفس الروايه نفس الكاتب، او كان تكمله لفيلم ام العروسه. طب عايزين نتكلم عن الروايه وتعاقب الاجيال بقى. لا، هناك فرق. يعني انا لما بتكلم على ام العروسه هرجع لسنه 62 63 لما تقدم الفيلم ده. قدمته مين؟ قدمته تحيه كاريوكا، عماد حمدي، وعندي الشباب في الوقت ده حسن يوسف، يوسف شعبان وكده. المشاكل اللي كانت موجوده في الستينيات تختلف تماما على السبعينيات. ام العروسه جاب الموظف المقهور اللي مش قادر، يعني هو بنته عايز يجوزها، لكن هيجوزها ازاي؟ دي كانت شيء مهم، بالاضافه الى بعض التفصيلات الموجوده في الاسره داخل مرحله نهايه خمسينيات وبدايه ستينيات. لما جينا في الوقت بتاع بدايه السبعينيات وحبوا يعملوا تكمله او جزء تاني، لان في الوقت ده كان في حاله من حالات انا ممكن اعيد فيلم كامل زي ما حصل في فيلم بين الاطلال واتعمل بشكل اذكوريني مثلا، تمام، وحب وكبرياء برضه. فهنا امير الدهاء وامير الانتقام لما حب يعمل شكل اخر ما اخدوش الفيلم وعادوه، عمل تكمله مودرن. لا هو لا عشان بس ما بالظبط. هل هو كان في الروايه بقى كلام؟ هكلمك. هل بقى ده كان في الروايه؟ الاول هو عبد الحميد جودة الصحار عمل الفيلم ام العروسه او الروايه ام العروسه. الفيلم اتعمل ام العروسه، وهو كان ده الجزء الاولاني من سلسله. لما نشر عبد الحميد جودة الصحار في مكتبته مكتبه مصر ثلاثيه نجيب محفوظ، وكان صديقه الحميم جدا، أراد إنه يعمل عمل اجتماعي بحت، يعني ياخد بعض اللقطات الاجتماعية والمشاكل الاجتماعية اللي كانت في الثلاثية بتاعت بين القصرين وقصر الشوق والسكرية، ويعملها في توجه مغاير جدا لتوجه نجيب محفوظ. نجيب محفوظ كان بيرصد الواقع رصدا كاملا، بس واقع سنة 19. ايوه، لا ما انا بقول يعني لحد 52. أيوة. يعني عبد الحميد جودة الصحار حب يكمل، فوجد انه في روايته الاولانيه دي اللي هي ام العروسه انه يبين مدى الازمه الاجتماعيه التي يعيشها الفقراء. على فكره فيلم ام العروسه ده لما الروايه اتجسدت واتعملت فيلم كانت سبب رئيسي من اسباب اللي خلت النظام الناصري الاشتراكي يفتح باب بيع المصنوعات والبنزيون والمسألة دي للناس تشتري بالتقسيط منها. تخيلوا الناس ما تعرفش سر المسألة، لأنه أعجب جدا جمال عبد الناصر بفيلم ام العروسه رغم تكثيفه وده كان السبب ان هو بيخف حده المغالاه على المواطن. فراح مخلي احنا كان في الستينات والسبعينات تقدر تروح المحلات دي، وانشا حتى شركه اسمها شركه بيع المصنوعات عشان المصنوعات وصدناوي وشامله وعمر افندي، تروح تشتري جميع المستلزمات وتتاخد كل ده ويتبعت لمؤسستك ويتخصم تقسيط لا يزيد عن ربع المرتب. في النظام الناصري لحد السبعينيات، لحد 72 لحد 75 كان موجود. بعد كده الانفتاح الساداتي قلب المسألة. نجاح الفيلم أغرى عبد الحميد جودة الصحار أن يصنع له جزءا يحاول أن يعني يكرر ثلاثية نجيب محفوظ. ربما يحدث شيء آخر في الاقتصاد المصري. فعمل فيلم الحفيد. وكان مقدرا، هو مقدر لنفسه انه يعمل الروايه الجزء الثالث اللي بعد الحفيد عشان تبقى ثلاثيه. القدر ما سمح، ما توفاه الله. توفاه الله. بس هو كان طبيعي ان يكون في جزء تاني لام العروسه، يعني هو توقف عند زواج البنت الاولانيه. ايوه. وبعدين الثانيه هتتزوج. بس طبعا العريس هو اللي هيتكفل بكل تكاليف الفرح. ايوه. لا، وده اللي حصل. براعه كاتب. ليه؟ هو ما لعبش في الجزء الثاني
ما لعبش على وتر الجزء الاول خالص، اللي هو كان عنده مشاكل. يعني في الجزء الاول دكتور دلوقتي ولسه قايل ان الاب نفسه هو اللي كان تعبان في جواز البنت وراح يشتري بالتقسيط ولا اخره. لكن عندي في الجزء الثاني انا عندي مشكله تانية اضاف عليها مشكله اهم، وهي حكايه الزواج وبعدين الخلفه. مشكله صراع الفكر التطور الفكري. هنا بقى هو قال جمله منين؟ مهمه جدا في الجزء الثاني لما قال كنت فاكر هرتاح لما يتجوزوا مشاكلهم هتخلص. بالظبط. دي مشاكلهم كده. هنا بقى ده اللي التفت ليه وقال لك ان ده مشاكل ده اللي يصنع بقى. ما هو دي مشاكل السبعينيات. انه ايه، طب انا عالجت ازمه الفقراء وكذا ونجحت في انتاج كذا كذا كذا. طب احنا كان في الستينيات فتره ازدهار ثقافي وفكري و من شأنها أن تخلق أفكار جديدة لدى الشباب. فبقينا احنا كلنا الشباب كان كل واحد فينا طالع من الجامعة وعنده رؤية وعنده شخصية في البحث في الفكر في الآراء. كان سهل انه يتجوز ويخلف. فهو جه بقى يعالج الكاتب عبد الحميد جودة السحار، يعالج هذه المشكلات من منظور اجتماعي فيه لمحة أخلاقية. لان عبد الحميد جودة السحار طبعا ما حدش يقدر ينساه ابدا. برضه المشاكل الماديه برضه ما بعدتش كتير عن فيلم الحفيد. يعني كان بيعاني من العزومه هتتعمل لاهل الشريعه اللي احنا فيه ده، السبوع اللي اتعمل اللي كان بيجيب فيه طبعا مشاهد كلها مش هننساها. احنا حتى لو فتحت الانفتاح الاقتصادي كله ما غيرش الا على طبقه صغيره والباقي كله مستوى واحد. اكيد. طب احنا معانا فاصل جزء من فيلم الحفيد، نروح ونرجع نكمل الحلقة. رجعنا مشاهدينا مرة تانية، ما زلنا معاكم ومعانا فيلم الحفيد والقديرة كريمة مختار اللي كانت بتمتعنا دائما بتطلتها علينا من خلال أعمالها السينمائية. يمكن فيلم الحفيد، فيلم يا رب ولد، فيلم الرجل فقد عقله، الليلة الموعودة، مسلسلات طبعا درامية زي يتربى في عزه، فيلم ساعة ونص اللي كان فيه مشهد مهم جدا كان يمكن الماستر سين بتاع الفيلم، المشهد اللي كان فيه يعني على قد ما هي ادت رساله وتوعيه لامهات كتير جدا، كانت برضو بتدي رساله لكل الابناء اللي بيضحوا بامهاتهم لما بيكبروا وبيتزوجوا، وقد ايه هم بيتجاهلوا امهاتهم وبيرموا امهاتهم في دار المسنين. طيب نعود مره ثانيه لفيلم الحفيد. زي ما شفنا ده كان المشهد الكوميدي برضو اللي كان بيتكلم عن المشاكل الماديه. الاب يعني متضايق جدا، هو متكلف عزومه ولازم البفتيك علشان البفتيك مهم في العزومه، ودخل في تكاليف وسلفه من شغله، وبتنتهي في الاخر بالسبوع اللي بيتعمل. لو هنتكلم بقى عن تعاقب الاجيال، هي كأم كان عندها اكتر من مرحله عمريه، وبتتعامل مع كل مرحله عمريه حسب عقليتها وحسب فكرها. كان عندها شباب مراهقين، اللي عايز يجيب زميلته تذاكر معاه، بنتها اللي جوزها مش عايز اولاد فعندها مشكله زوجيه، ولادها الصغيرين اللي عايزين يقلدوا الكبار. حقيقه مشاكل كتير جدا وصراعات داخل الاسره المصريه. هو الفيلم كان انعكاس لواقع فتره السبعينيات. يعني تعالي ناخد لقطه بسيطه جدا ما حدش يتوقف عندها. عبد المنعم مدبولي اللي هو الاب اللي جاي وجايب سندوتشات معاه، فبيدخل بيلاقي الولاد قاعدين وجيرانهم قاعدين قدام التلفزيون. كان جايب الفاكهه والموز. تعالي للنقطه دي تحديدا ونرجع لعصر السبعينيات. ما كانش كل بيت فيه تلفزيون. لا طبعا. كان بيبقى تلفزيون واحد وانت بتخبطي على جيرانك وتقعدي معاهم. هنا العلاقات الاجتماعيه كانت مختلفه. لما قلت هدخل جمعيه واجيب تلفزيون. فبيجي التلفزيون هتلاقي شقتين ثلاثة، ساعة الفيلم، ساعة الماتش، ساعة أغاني عبد الحليم، الكلام من ده كله بيتجمع. هنا هو جاب اللقطة دي على المستوى البصري لكن لها مردود فكري آخر. لا طبعا انعكاس لواقع مجتمعي. النقطة الثانية هلاقي إن العزومة وإيه اللي حصل والولاد بيعملوا إيه والكبار بيعملوا إيه والكلام من ده، هلاقي كريمة مختار نفسها هي أم طيبة جدا، لكن في نفس الوقت تفكيرها وعاداتها وتقاليدها خلتها في لقطه بسيطه جدا الباب بيخبط، بتفتح لقت واحده شكلها جميل لابسه قصير اللي هي موضه السبعينيات، بتسال على ابنها. قالت لها مين؟ مش عارفه اسمه. قالت لها ابني لا مش موجود، ومشيت. ليه؟ هي ده تفكيرها تفكير جيل خايفه على ابنها.
هنا يفهمنا التطور الزمني وصل معاها لايه. ما ده حصل برضو، خلي بالك في مشهد برضو كان على اثر المشهد ده، لما كان بينها وبين عبد المنعم مدبولي بتقول له عايزها تيجي تخطفه مني، فقال لها ما في واحده ثانيه هتخطفه منك. هي كانت غيره برضو على ابنها. هي الام لا في لا الوقت في ده النقطه دي عايزين نفهمها بقى المشهد ده هقول ايه. لحضرتك. هو اصلا في الروايه الرجل قصد في هذا الحوار، والحوار طبعا مختصر يعني في الفيلم، انه يبين اثر التطورات التي حدثت في المجتمع المصري، وهي تخالف مع عاداتنا وتقاليدنا. لانه يصح قوي ان كان ممكن يبقى مقبول من البدايه ان الولد يروح يذاكر عند صاحبه مش صاحبته، او يروح يذاكر حتى لو تغيرت يروح يذاكر عند صاحبته تحت اشراف اهلها. لكن مساله ان البنت هي اللي تيجي للولد في بيته علشان هنا النقطه التي قصد الكاتب عبد الحميد جودة السحار ان ينبه اليها، وانه يشير الى اننا امام تغيرات ده لسه ستحدث اكثر من ذلك. وقد كان بالفعل. ما هو جاب الطفلين. الطفلين البنت اللي جت تذاكر مع يعني في الثمانينات ده انتهت المسائل بقى الى انفتاح عادي خالص، ما عادش بقى في حد عنده حرج ولا التحفظ اللي ابدته الست. طبعا مثلت الدور باندهاش مبدع كريمه مختار طبعا، يعني تجعلها كانك ترى. وعلى فكره المنظر ده يعني وصفه الكاتب وصف جميل جدا في الروايه. وميزه المخرجين العظام القدامى انهم كانوا بيحرصوا على نقل جو الروايه التي يصنعون منها الفيلم. ما كانوش بيحطوا هم لهم بصماتهم لكن كانت براعتهم في قدره على نقل ما في جو الروايه. طيب هل حضرتك قلت انه كان في مفترض جزء ثالث كان يقدمه الكاتب الروائي عبد الحميد جودة السحار، ولكن لم يسعفه الوقت لوفاته. مفترض انه كان في كتاب سيناريو بيكتبوا سيناريو الحوار بتاع الروايات دي او بتاع روايه ام العروسه وروايه الحفيد. ليه عند وفاته لن تكتمل بكتابه سيناريو فيلم يعني؟ بالظبط. ليه مفترض لازم كانت تكون روايه، كان ممكن يكتب سيناريو على احداث ام العروسه والحفيد. يعني والله انا اظن انه تفرعت من الفيلم مسائل او موضوعات كتيره جدا اتحولت الى افلام في حاجات تانية يعني، او في سيناريوهات تانية، ولا هو الجزء الثاني قدم رساله معينه وصلت للجمهور فاكتفوا كتاب السيناريو تقريبا ممكن يكون قال لك يعني ايه خلاص احنا جت بعد كده الافلام اللي بتعالج الواقع نفسه بعد كده. يعني نقطه بسيطه جدا لو سمحت لي، ما ننساش نقطه ان احنا بنتكلم في سنه 74. بعد 75 حصل اننا كسينما مصريه ابتدت تدور على الفيلم الرومانسي صاحب النجم الاوحد. دي كانت مش رومانسي وبس، كمان فيلم افلام الجاسوسيه اللي بعد حرب 73 بقت ليها النصيب الاكبر في السينما المصريه ايا كان. بس هي انا بتكلم على الجانب الاجتماعي. الجانب الاجتماعي دورنا على الرومانسي اكتر. في نفس الوقت وفاة عبد الحميد جودة السحار وهو صاحب الفكره مش صاحب السيناريو، هناك فرق اكيد. فهنا اللي هيجي يكمل هو مش حاطط في دماغه طب يقول لك طب نعمل حاجه مستقله احسن ما اعمل تكمله نختلف معاها. خاصه ان احنا بنتقبل جزء تاني من نفس الكاتب ونفس فريق العمل، اما ما يضاف اليها بتبقى مشكله. بس احنا رغم ان فريق العمل كان مختلف باستثناء طبعا المخرج والكاتب الروائي عبد الحميد جودة السحار، لكن تقبلنا اختلاف فريق العمل من ليه؟ كل الممثلين كانوا مختلفين. لان الفارق الزمني 10-12 سنه غير تغيرات كبيره جدا في المجتمع. لكن لو انا مسكت روايه زي الثلاثيه، جبت اللي عمل بين القصرين مخرج وجبت اللي عمل قصر الشوق مخرج اخر وغيره وغيره، هل هنتقبلها على نفس المسار؟ بالتأكيد هيبقى فيه وجهات نظر مختلفة. وأنا سأضرب مثال، إحنا السنة دي في دراما رمضان مش يتعمل جزء سادس ليالي الحلمية. هل
ادى او جذب المشاهد بقدر ما كانت، رغم ان دي كانت خمس اجزاء. يعني ده ظل البريق والتوهم بتاع اسامه انور عكاشي. حتى اسامه انور عكاشي واسماعيل عبد الحافظ مش كان ثنائي ناجح على مدار 5 اجزاء. يعني ما تمليش في الجزء الخامس. طبعا مع كل تقديرنا للفنان القدير والمخرج العظيم مجدي ابو عميره اللي لم يسقط له عمل ابدا، لا طبعا. ولكن ليالي الحلميه ممكن يكون خلاص فقد بريقه او ما اكتملش بالصوره اللي المؤلف كان كاتبها. طب نروح نفاصل جزء من فيلم الحفيد ونرجع نكمل حلقتنا. من اما تقولي ده مدرسه لازم. لا فعلا. رجعنا مشاهدينا مره ثانيه. زي ما شفنا يمكن مش المشهد ده بس، هو من اكثر المشاهد الكوميديه اللي كانت موجوده في فيلم الحفيد. لا يمكن طول الفيلم، طول احداث الفيلم بنشوف وبنسمع مشاهد وكلمات ومواقف. يمكن في كلمه هو قالها لمامته دلوقتي، قال لها انت من زمن واحنا من زمن. قد ايه هي كانت مستغربه وعندها حاله من الذهول من اللي بيحصل، وان ازاي البنت تروح تذاكر عند الولد، يا اما انا هاخدها ونروح نذاكر عندها في البيت. ده بقى صراع الاجيال اللي احنا كنا بنتكلم فيه، واللي اشار اليه بشكل واضح جدا عبد الحميد جودة الصحار واحمد عبد الوهاب وعاطف سالم. نعم اتفضل يا احمد. الفارق هنا انا جبت مجتمع كامل وحطيته داخل شقه، بقى هو الاسره الموجوده قدامي على الشاشه. فمن هنا انا جبت نماذج مختلفه داخل هذا المجتمع. عندي الام اللي هي عماد البيت، اللي شايفه بثقافتها ازاي يحصل صداقه ما بين ولد وبنت. وهنا انا بتكلم على السبعينيات اللي ابتدى الشباب فيها يحصل ما يسمى بالصداقه اللي ما كانتش موجوده في معظم ايام الستينيات. عندي كمان الاب اللي موافق بس حاسس ان هو منكسر داخل مختلف ابنه بقى يبقى مبسوط، اللي افتقده هو ابنه عوض. لكن انا يهمني عشان الوقت يهمني مشهد او جمله مهمه ما بين ردود كريمه مختار وكلام عبد المنعم مدبولي، او العكس. حاسس ان في مباراه تمثيليه، غزال ويجيب عليها، هي تتكلم هو يرد. هنا انت قدام 2 عمالقه، يعني المشهد مش عايز يخلص. من جمال المشهد انت مش عايزاه يخلص. ده لغه سينمائيه مهمه. وعلى فكره دي اضافات على الروايه. بس في حاجه يا دكتور، ده المستوى البصري. في حاجه يا دكتور مهمه عشان برضو ايه، يعني نكون محقين برضو في تحليلنا لشخصيه الام. هي الام على قد ما هي رافضه فكره الارتباط بين ولد وبنت على سبيل الصداقه، حتى ان هم يذاكروا مع بعض. ليه الرؤيه دي اتغيرت لما عرفت ان البنت اتخطبت ومش هترسم على ابنها او تاخد ابنها منها؟ يبقى الفكره من الاول ما كانتش انها رافضه الصداقه قد ما كان خوف على ابنها من هو يرتبط بالبنت دي، يبقى كانت غيره على الابن. تمام. بتغير على الابن. ليه؟ هي ام محافظه وام تقليديه وتمثل الام المصريه. كلنا امهاتنا كانوا على هذه الشاكله وعلى هذا المستوى، ولحد دلوقتي في امهات بيغيروا على اولادهم. لا مش في متعلمات لا متعلمات وغير متعلمات، بس كانت طريقه الغيره بتاعتهم احتواء، يعني معالجه الامر باحتواء بشكل انساني جدا، بشكل جميل جدا. يمكن احنا الام دلوقتي بتتصرف تصرفات تاذي ابنها، يعني في غيرتها على ابنها احيانا تاذي ابنها في بيته لما تتحكم في كذا وكذا. لا، الامهات القديمه دي كانت تستوعب وتبقى حريصه جدا على، وهو كان قاصد ان هي يعني بتتكلم مثلا مع ابنها بالشكل ده، لكن في الروايه كان عبد الحميد جودة الصحار قاصد عمل حوار راقي جدا بين الام والابن، وكان الحوار مش كوميديان. يعني دي رؤيه المصريه زي ما الاستاذ احمد بيقول، والمخرج عشان يحط بصمته وغزال ويهبل، يعني اضافها طبعا عبد المنعم مدبولي ببراعته، يعني مين المخرج اللي هيفرض عليه؟ انما الفكره الاساسيه كان عبد الحميد جودة الصحار عايز يبين مدى التحول، مدى التغير. هو بادئ من ام العروسه،
هو بادئ. يعني في ام العروسه هتلاقي الواد الموسيقي اللي بيعمل برضه ام العروسه شد الجمهور بشكل كبير جدا، وما زال بالظبط وما زال، لأن كل مصري راجل مصري كان بيرى نفسه في حسين، في هذا البيت، كان كل أم داخل تشوف في هذا الداخل. يعني عبد الحميد جودة السحار عمل من الأسرة دي مصر كلها. أنا عايزة أعقب على النقطتين قبل بس نهاية الحلقة عشان هي الوقت ضيق جدا معانا. القصة رائعة، نعم، والكتابة أروع طبعا. لو استبدلنا الأشخاص سواء في أم العروسة أو في الحفيد، لو جينا اتعاملنا مع شخصية تانية غير عماد حمدي وشخصية تانية غير تحية كاريوكا باستثناء الأبناء لأن هم كلهم في الفترة دي سواء في أم العروسة أو في الحفيد كانوا وجوه جديدة، هل كان العمل هينجح؟ أنا لا أظن، وأنا شوف أنا أقول لك على حاجة، إحنا بنحكم على النجاح بعد أن يعرض. بالظبط. تمام. لكن لو تخيلنا يعني أنا لو شلت عماد حمدي وحطيت حسين رياض، مش ده أب كل الناس بتحبه؟ هنا النقطة الأساسية، أنا عندي مخرج عنده رؤية، يقدر عنده ترشيح أول وثاني وثالث، لكن البصمة لكل واحد مختلفة. هنا الفارق. يعني أنا لو شلت كريمة مختار وجبت في الوقت ده عزيزة حلمي، كانت تعمل أم جميلة، هتختلف. كريمة مختار لو كانت اتبدلت هتختلف. كان العمل هينجح كده؟ اللي حاصل إن أنا قدام مستوى، اولا مستوى عمري متقارب مع عبد المنعم مدبولي، في نفس الوقت نبرة الصوت مع الاداء مديين كريمة مختار شبه مودرن، مش مودرن، شبه غير كده كمان. مش كفاءة. احنا عندنا ام العروسه تحية كاريوكا كانت راقصه، وده اول دور اجتماعي تقدمه تقريبا بعد ما بطلت رقص تقريبا او خرجها عن النمط اللي هي معروفه بيه. فحكايه وده الغريب ان هو اختار تحية كاريوكا بالتحديد رغم ان كان عنده في الفتره دي عدد كبير جدا من الامهات. لسه فردوس موجوده ممكن يقوم بالدور ده. يعني اختيار تحية كاريوكا برضه كان غريب. بس انا برجع واقول ان دايما احنا بنحكم على نجاح العمل بعد ما يعرض، لكن لو شفناه ببطل اخر ممكن نغير راينا، لكنها تركوا بصمه مهمه جدا في هذه العمل. وتركت ايضا الجميله الراحله كريمه مختار بصمه في حياتنا، بصمه بابداعاتها واعمالها السينمائيه. بشكر ضيوفي النهارده بين دراما وتاريخ الاستاذ احمد سعد الدين الناقد الفني، بشكرك يا استاذ احمد، والدكتور محمد علي سلامه الناقد الادبي، بشكرك دكتور محمد. مشاهدينا خلصت حلقتنا بين دراما والتاريخ، استنونا الاسبوع القادم وحلقه جديده.